مساء الفل، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. بما ان الجو بقى بدأ يسقع، يبقى لازم نعمل قرص فلاحي ونخبز وندفي البيت. طبعا كلنا عارفين ان المخبوزات بتخلي ريحة البيت تحفة جدا وبتدفي البيت. النهاردة بقى هعمل معاكم قرص فلاحي طرية هشة وطعمها تحفة جدا جدا. ممكن نعملها سادة وممكن نحشيها جبنة او عجوة حسب ما احنا حابين. نص كيلو دقيق بس عمل لي 17 واحدة. يعني لو حبيتوا تعملوا كمان كيلو دقيق هيعمل معاكم كمية حلوة جدا، تقدروا تتعشوا بيها وتفطروا بيها، وهتبقى حاجة جميلة جدا. بس الاول انا هاجر، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نشوف المقادير اللي هنحتاجها لتحضير القرص الطرية الفلاحي، وقوموا اعملوها على طول عشان تفطروا بيها بكرة الصبح. يلا نقول بسم الله. معانا نص كيلو دقيق منخول، معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، 3 معلقة صغيرة سكر، 2 معلقة كبيرة لبن بودر، نص كوب زيت على زبدة، نص معلقة صغيرة فانيليا، كوب ونص لبن دافي. طبعا لو عايزين تعملوا كيلو دقيق كامل تقدروا تضاعفوا الكميات كلها. هنضيف كل المكونات الجافة الى الدقيق، وكمان ما تنسوش رشة الملح الصغيرة اللي لازم نحطها في العجين. بعد كده هنقلب المكونات الجافة كلها كويس جدا لحد ما تمتزج كلها مع بعض. بعد كده هنضيف الزيت والزبدة والفانيليا ونقلبهم برضو كويس جدا مع بعض، ونفرك الدقيق بايدينا كويس جدا جدا. هنلاحظ ان هو بقى مرمل كده شوية، وده اللي احنا عايزينه بالظبط. ممكن نقعد نفرك فيه كده حوالي 5 دقايق لحد ما الدقيق كله يتشرب من الزبدة والزيت. بعد كده هزود اللبن، مش هضيف كمية اللبن كلها مرة واحدة، هضيف حوالي كوباية وربع وابدأ اعجن كويس جدا جدا. اهم حاجة هي خطوة العجن، يعني مش اقل من 10 دقايق. وبعد كده هنبدأ نزود اللبن شوية بشوية لحد ما نوصل لعجينة طرية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وليليا طبعا كانت بتحاول تعجن معانا وبتساعد مامي. شايفين الشطارة بقى؟ عايزين كل البنات يساعدوا مامي زي كده. هي طبعا ما كانتش بتساعد مامي ولا حاجة، هي كانت بتحاول تلعب بالعجينة. العجينة ما شاء الله طرية وهشة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. بجد ملمسها وقوامها طالع تحفة قوي. وكمان ريحتها تجنن. كده العجينة تمام معانا وزي الفل. هحطها في بولة مدهونة زيت واغطيها ونسيبها تخمر مش اقل من ساعة في مكان دافي. وده شكل العجينة بتاعتنا بعد ما عدى ساعة. خمرت ما شاء الله وريحتها تحفة جدا جدا، مخلية ريحة المطبخ كلها تحفة ما شاء الله بجد. نلم العجينة كده بايدنا ونبدأ نطلع منها الهواء، وبعد كده هنبدأ نشكلها كور حجمها متوسط ونرصهم في صينية ألمونيوم تكون مدهونة زيت. بصوا حجم الكور ده كده معقول، لو حابين تكبروها عن كده تمام، حابين تصغروها براحتكم، بس الحجم ده وسط، ولا صغيرة ولا كبيرة قوي. فالحجم اللي انتوا حابينه تقدروا تقطعوا الكور بالحجم ده. بعد ما نخلص الكمية كلها هنبدأ نبططها بايدينا بالشكل ده. ما تخلوهاش رفيعة قوي، يعني خلوا سمكها معقول. طبعا احنا ممكن نسيبها كده زي ما هي، وممكن نرش عليها سمسم او حبة البركة. انا هعمل جزء كده وجزء كده. هدهنها الاول بشوية لبن، هدوب فيهم نص معلقة صغيرة من النسكافيه، وهبدأ ادهن بيه الوش بتاع القرص كلها علشان بيديها لون حلو في الاخر. بعد كده هرش على جزء منها سمسم، وعلى الجزء التاني حبة البركة، وهسيب شوية منهم من غير حاجة خالص، يعني ننوع حبة كده وحبة كده. بس هي اللي بتكون بحبة البركة بتكون احلى حاجة فيهم، لان حبة البركة طبعا كلنا عارفين ان فيها فوائد كتير جدا، وبيكون طعمها كمان حلو قوي على القرص تحديدا.
هنغطيها تاني بعد ما خلصناها كلها وهنسيبها تخمر من ربع ساعة لنص ساعة حسب الجو عندكم. يعني لو الدنيا دافية ربع ساعة كفاية، لو الجو عندكم ساقعة شوية ممكن تسيبوها نص ساعة كمان تخمر قبل ما ندخلها الفرن. وفي الوقت ده هنشغل الفرن يسخن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة تقريبا، عشان القرص يفضل ان هي تخش الفرن وهو سخن. وبعد كده هندخل القرص الفرن. اهم حاجة ان احنا نتابع السوا بتاعها، لان هي مش بتطول خالص، يعني 10 دقايق وهتلاقوها احمرت من تحت، تطفوا عليها على طول وتولعوا عليها الشواية تاخد لون من فوق. طبعا حسب برضو الفرن عندكم، بس هي يعني 10 دقايق وبصوا عليها على طول، ما تسهوش عنها. بسم الله ما شاء الله. بصوا القرص بعد ما طلعت تحفة 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 بجد، الريحة قلبت الشقة كلها، مش عارفة اقول لكم ايه، بجد ريحتها تحفة فعلا. شكلها جميل جدا بجد. انا سبتها زي ما قلت لكم 10 دقايق ويمكن كمان ما كملتش ال10 دقايق، وطفيت عليها وولعت عليها الشواية وبس كده. اخدت لون حلو جدا من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين كده. ناخد واحدة كده نشوفها. بصوا طرية ازاي وهشة جدا من جوه. بصوا شكلها من جوه بجد تحفة جدا جدا ومستوية حلوة قوي. كفاية ريحتها والله، كفاية ريحتها، ريحتها تجنن. ممكن تاكلوها سادة كده، وممكن تفتحوها وتحشوها جبنة، هتبقى تحفة مع كوباية الشاي بقى او الشاي بلبن، حاجة كده من الاخر تحفة جدا جدا. شايفين لونها من تحت عامل ازاي؟ اخده لون بجد حلو جدا جدا من تحت ومن فوق. لازم تجربوها، انا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا. اعملوها وافطروا بيها بكرة الصبح ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. عملنا القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة وتحفة جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا كمان الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم فيها في الكومنتات. شكرا جدا ليكم، والف هنا على قلبكم.